تحسب لمرابط بهاي الحركه، لكن هذا ما يمنع انه امبابي من اللاعبين الخطرين، يعني مع احترامي لمرابط او غيره. احنا قلنا لك احسن لاعب في العالم. ندري يونس. خليني اكمل. تفضل. اكثر من مره في تحت الضغط امبابي يكسر الضغط اللي موجود. انا شفته في كرتين، الكره اللي في النص اللي استلمها وذبها من تحت اقدام مرابط وراح الذكاء اللي عنده تحت الضغط، والكره اللي جاء الهدف الثاني. خالد ليش احنا البارحه يعني من قلنا احنا فرنسا عندها الحلول حتى تحت الضغط، عندها حلول عكس الفرق الباقيه اللي ما قدرت تلقي الحلول. هذول فريق عندهم حلول. خالد انت لو تشوف الهدف الثاني في منطقه الجزاء بين 7 لاعبين يدخل الكره بين متر ويراوغ. خالد هذا اللاعب هذا نقول لك انه صعوبه المغرب راح تلاقي اليوم. طبعا هارد لك للمغرب ومبروك. اما بموضوع بس ضربه الجزاء خالد، هاي ضربه الجزاء هاي اللي قلنا عليها مو ضربه جزاء. هناك الحكم يحسبها هناك قطع للكره، بعد الكره المهاجم ظل حاط رجليه، المهاجم المفروض ما يخلي رجليه لان الكره ابتعدت عنه مو يم الكره، يعني هو اللي اصطدم بالمدافع تقدم، المفروض يشيل رجله لان الكره هو خارج اللعبه فصار الاصطدام، المدافع كان عنده قطع. طيب خلونا نشوف. سامة، مبروكين 4 الكبار في العالم. الله يبارك فيك. من قدكم يا اخي، مبروك هذا الجيل، مبروك هذا المنتخب الجميل. نرجع لمباراة فرنسا، السيناريو اللي كانت تحلم به فرنسا جبرته، بدات تجي الهدف بخطأ دفاعي في الدقيقة 5 وجبرت المغرب على الجر وراء النتيجة. كانت هناك ضربتي جزاء لا غبار عليهما، مع كل أسف الفار لم يتحرك، لو كانت لفرنسا لا تم الإعلان عليهما، وهذه القضية خص الفيفا تناقش فيها. ولكن اليوم اللي عجبني وانا جميع الصحف العالميه حتى الاوروبيه والامريكيه تكلمت على ضربه جزاء لا غبار عليها، خصوصا بوفال، وحتى ضربه الجزاء ديال ابلح كانت كبيره. هذه اسبوعين خالد قلت لك بان اكبر خصم للمنتخب الوطني المغربي هو الاصابات. تبي ناخذ تصويت على البوفال؟ ناخذ تصويت؟ تبي تصويت؟ يلا ناخذ تصويت ولا يهمك. يلا هذه اللقطه دقيقه 27. ايوه هاي يلا شباب لو سمحتوا بدون شرح، بدون شرح. جوال مبارك. هنشوفها خالد الحين. اعطى بطاقه صفراء لسفيان بوفال. طلع لو سمحت. بالدور ابو جاسم، انا اشوف المدافع استحوذ على الكره، ما فيها شيء. طلحه ركله جزاء صحيح. ركله جزاء. حكيم. والله شوف القانون هنا تكون عندك الكره ما تكونش عندك الكره، اي مدافع يلمس المهاجم. قلنا بدون شرح. انا نتكلم قانون. بلنتي ولا مش بلنتي؟ بلنتي. احمد رواس. خالد بلنتي من امس قلنا هذا اللاعب بيجيب بلنتي وجاب بلنتي، لكن شكرا الله يخلي الفيفا شكرا معروف. لك. احمد قلنا لك شكرا. الله يخلي الفيفا. هاي الكلام مش حلو. ليش ما حلو يا اخي؟ هاي ما له داعي والله، ما اللعب على عواطف الجمهور مش حلو. اوكي المباراه انتهت. اسامه حتى وليد الكركراكي طلع، لعيبه المغرب طلعوا ما قالوا ولا كلمه. انتم الان بتسوونها فيلم. ضربة حق الدراما. ضربة جزاء بإهمال لا غبار عليها. بلنتي. يونس والله بنمثل نحن هنا. اسمع مو ضربة جزاء. وشو؟ مش ضربة جزاء. ناصر ما فيها شيء. عصام دي ما شفتهاش والله. بنعيد لك اياها. تفضل. ضربة جزاء. بلنتي. ناصر. ضربة جزاء. بلنتي. مختلفين بين البلنتي وبين غير البلنتي وفي برنامج الحكم لمصلحة المنتخب المغربي، وبدليل ان هم وصلوا للدور قبل النهائي. اللي انا عايز اقوله حاجة مهمة، ما فيش حد يبقى حزين، ما فيش حد يزعل. طبعا كل واحد كان نفسه توصل للمباراة النهائية، بس انت طموحك وانت اول ما كنت جاي كاس عالم كان عندك هدف وان انت توصل للدور اللي هو الثاني، بس بعزيمة اللعيبة واصرار اللعيبة والترابط بتاعهم في الملعب، ومعاهم كابتن وليد طبعا الراجل المدير الفني انا برفع له القبعه ان هو في فتره قليله يقدر يخلي المنتخب في الترابط ده والروح دي موجوده في الملعب والكره الجميله. النهارده يوصلوا لمرمى منتخب فرنسا، ممكن ما تكونش في حاجه في الثلاث خشبات، بس تعرفك ان في هجوم، في اصرار من اللعيبه ان كانت تعمل حاجه النهارده. يمكن النهارده الكورتين الوحيد اللي جم على المنتخب المغربي دخلوا طبعا بدلك وعدم توفيق، بس لازم ترفعوا راسكم
لازم تفتخروا وتبقوا مبسوطين ان المغرب عندها منتخب قوي، عندكم مركز الثالث والرابع، لازم يبقى عندكم هدف ان انتوا تاخدوا الثالث وتثبتوا للعالم كله ان انتوا ما وصلتوش المباراه قبل النهائي بس كده، لا انتوا وصلتوا لها بتعب وتستحقوا ان انتوا تاخدوا ثالث العالم، وربنا يكرمكم ان شاء الله. خالد اليوم نظن انه ليست النهايه ولكن البدايه، بدايه مشروع كبير، لانه لما ما وصل اليه المنتخب المغربي هذا ليس يعني بحظ، او هذا عمل سنوات من بناء هياكل رياضيه، من تصليح الاستراتيجيه والسياسه الرياضيه في المغرب. الان هذه النتائج اللي حققها المنتخب المغربي يجب ان تكون لبنه بناء للمستقبل الكروي في المغرب. لماذا؟ لانه الان عندنا كأس العالم 2026 على 4 سنوات، وافريقيا راح يكونوا منها 9 منتخبات راح تشارك فيه بطولة افريقيا، فيه البطولات العربية. يعني الان المنتخب المغربي الان سياسته تتوجه انه يستثمر في هذا النجاح، يستثمر في تطوير الكرة اكثر واكثر، فئات شبانية، منتخب اول، اندية لتحقق نتائج اكثر مما وصلت اليه الان. ونظن انه لو كانت السياسة هذه وتبعتها مع نشوة الفوز ونشوة تحقيق هذه الانجازات، نظن انه النجاح راح يكون حليفهم ان شاء الله. وتبقى مباراة كرواتيا والمغرب تبقى المباراة التي يجب ان تنتهي، لانها كانت بداية الدورة ولم تنتهي بفائز. نظن انه اليوم يجب ان تنتهي هذه البطولة بفائز بين المغرب وكرواتيا، واتمناها مغربية. طيب احمد من السويق. احمد تفضل. مرحبتين استاذ خالد، كيف الحال؟ يا هلا وغلا، حيا الله احمد. يا مرحبا. اول شيء استاذ خالد حبيت اشكر الشيخ سمو الامير الوالد والشيخ تميم بن حمد آل ثاني على استضافتهم لكأس العالم ورسم الفرحة في قلوب الجميع. وثاني شيء اريد اوجه لك رسالة خاصة يا استاذ خالد. تفضل الله يحفظك. واريد اقول لك كلمة لك وللذيب. ابشر بعزك بخاسي الذيب. ادخل على انستغرامك في الخاص، دخيلك ودخيل والديك. اريدك تشوف رسالتي لك للخاص، رسلت لك رسالة خاصة ان شاء الله ان شاء الله على الانستغرام ان شاء الله. وقلت لك وللذيب. قلنا لك خاسي الذيب يا احمد ان شاء الله. اريدك تدش رجيتك ودخيلك ان شاء الله احمد، ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله. طيب ان شاء الله. ومشكورين كل الشكر، رسمتوا لي فرحه في قلوب كل بيت عربي. ونحن ما نقول هارد لك للمغرب، نقول لهم مبروك مبروك مبروك. هذا الانجاز العربي، هذا مش للمغرب وبس، هذا لجميع العرب. يستاهلون اهل المغرب. تحيه للاسد من ظفار الرواس. يا رواس تحيه لك. الله يخليك، اشكرك. شكرا احمد، شكرا.